دي تسلا موديل اكس بليد، اسرع اس يو في انتاجيه في التاريخ، بقوه تفوق ال1000 حصان. العربيه دي فيها ادفانس تكنولوجي بشكل غير عادي. يمكن العربيه دي ما تكونش هي الاعقد هندسيا، بس الاكيد انها واحده من اكثر العربيات المعقده تقنيا في العالم بشكل كامل. انا طارق عبد الله، يلا بينا. العربية ما فيهاش موتور واحد ولا اتنين، العربية فيها 3 مواتير كهرباء بقوة إجمالية فوق ال1000 حصان، على وجه التحديد قوتها 1020 حصان، وعزم دوران 1020 نيوتن متر. طبعا لما كنا بنتكلم عن عربية بموتور احتراق داخلي عادي من القديم بتاعنا الاي سي اي كنا نقول عليها ايكوال انجن، بس يعني يلا بقى العالم بيتغير. المهم ان ال3 مواتير دول بيوصلوا القوة ل4 عجلات، علشان العربية اللي وزنها 2.4 طن تتسارع من 0 ل 100 في 2.5 ثانية، وتعمل الكورتر مايل في أقل من 10 ثواني. دي اسرع من بورش 911 تيربو اس الجديده ال 992. العربيه يعني اللي احنا بنعتبرها البنش مارك في الهارد كور سبورتس كار، العربيه دي اسرع منها، واحنا بنتكلم عن عربيه 6 سيتر وزنها 2.4 طن، وتقدر تقطر حموله لغايه 2.25 طن، وستيل اسرع من بورش 911 تيربو اس. وبالرغم من كل التعقيد اللي فات ده، الا ان العربيه دي تقدر تمشيك بالشحنه الكامله اكتر من 500 كيلومتر، على وجه التحديد 536 كيلومتر، وفي ربع ساعه بس تقدر تشحن الطاقه الكافيه اللي تمشي العربيه دي 280 كيلو لو انت بتستخدم الشواحن السوبر تشارج. وبما ان البطاريات موجوده في اوطى نقطه في العربيه، سنتر اوف جرافيتي تقريبا على الارض، العربيه دي من عاشر المستحيلات انك تقدر تقلبها. تعالوا نتكلم عن الاكستيريور شويه. كل حاجه في العربيه باللون الاسود، الاكستيريور، البنوط، الانتيريور، السقف الداخلي، كل تفصيله تتخيل العربيه سوليد بلاك. الديزاين بتاع العربيه خطوطه ناعمه وهاديه جدا جدا. بشكل عام العربيه ديت هي افضل معامل انسيابيه في تاريخ العربيات الاس يو فيز الانتاجيه، مقداره بالظبط 0.24. التفصيله دي مع الاكتيف نويز كانسليشن اللي في العربيه هيخليها هاديه بشكل غير مفهوم على الهاي واي. العربيه فيها ال ديز من قدام ومن ورا، بنوط وكاوتشات رياضيين مقاس 20 بوصه طبعا عشان تقدر توصل كل القوه المرعبه ديت الكاوتشات على الارض بشكل فعلي. ده غير الفالكون دورز ومساحه تخزين الخلفيه اللي بتوصل لاكتر من 2600 لتر لما تقفل الصفين الخلفيين من الكراسي. ولو كنت متخيل ان المجهود المبذول في العربيه ديت متركز بس في المواتير مثلا او في الاكستيريور، عاوز اقول لك ان الانتيريور متعوب عليه بشكل خرافي، فيه اهتمام شديد جدا بالتفاصيل، بدايه من اجمد ستيرنج ويل انا شفتها في حياتي لغايه النهارده. الستيرنج ويل دي بس ناقصها ان شاشه العدادات تبقى هنا كده مكان الايرباج، وتبقى كوبي كات من العربيات الفورمولا 1. وبشكل عام الخطوط الهاديه كملت من الاكستيريور بتاع العربيه للانتيريور كمان بتاع العربيه. اول حاجه طبعا هتاخد عينك هو الانفوتينمنت سيستم كبير جدا، الشاشه اللي بمقاس 17 انش اكبر من اللابتوب بتاعي، بكواليتي رهيبه، تقدر تتلت الشاشه يمين وشمال براحتك، تقدر كمان تلعب عليها جيمز لو حبيت عادي، سبوتيفاي، اي حاجه تيجي في بالك تقدر تعملها على الشاشه دي. وبشكل عام الانفوتينمنت سيستم متوصل بساوند سيستم من 22 سماعه بقوه اجماليه 960 واط. الصوت رهيب بيهاجمك من كل حته ومن كل مكان. طبعا ده غير شواحن وايرلس سريعه للموبايل بتاعك، وشاحن تايب سي بقوه 36 واط. بشكل عام الانتيريور كله واخد اتجاه المينيماليزم باقصى شكل واقصى درجه ممكنه. الازرار هنا اقل ما يمكن، داشبورد هاديه جدا، طبعا تكييف تريبل زون، وبالمناسبه فتحات التكييف هيدن، انت ما عندكش ادنى فكره الهواء جاي لك منين بالظبط، بس هو واصل لك من كل حته. الكراسي كمان مريحه بشكل كبير جدا جدا، هي فنتليتد بشكل عام، بس الاهم ان هي بتوفر احتضان كده من الاجناب، من جناب ظهرك، وتماسك بشكل هايل. يعني انا كاد اجزم من العربيه ديت الكراسي على وجه التحديد هتدي لك بيرفورمانس جامد جدا، خصوصا مع عربيه سريعه اوفر زي العربيه دي. على التراك هتوفر لك تماسك حلو جدا جدا، بغض النظر بقى الكورنرز اللي انت بتاخدها شكلها عامل ازاي. يلا بينا بقى نقعد ورا عشان طولنا قوي لان الاكشن لسه ما خلصش.
وبالرغم من الرياضيه الرهيبه اللي العربيه دي تمتع بيها، الا ان المساحات الداخليه فيها شاسعه بشكل غير مفهوم. انا راجل طويل، انا 84 سم، مظبط كرسي سواق على وضعيه السواقه بتاعتي وقاعد ورايا، ودي مساحه الركبه. ده غير كمان ان الارضيه فلات بالكامل، من هي كهرباء، ما عندكش اي ادوات جر، ولسه كمان في كرسيين ورا. انا ما حسيتش بالمساحات الرهيبه ديت غير في عربيات زي مثلا من اول الاي كلاس والاس كلاس، ودي واحده من اكتر العربيات المتكامله اللي شفتها في حياتي. دي اسرع اس يو في انتاجيه في العالم، كورتر مايل اقل من 10 ثواني، كهرباء بالكامل، تقدر تمشيك الرينج اكتر من 500 كيلومتر. العربيه دي 6 كراسي، وتقدر تجيبها باوبشن 7 كراسي حسب ما انت طالبها زي ما انت عاوز. تقدر تسوق نفسها بشكل كامل، الاوتونوموس درايفنج فيها مش عادي، السيفتي فيتشرز فيها تعقيد، وترابيزات بلياردو وبنج. وبمناسبه السيفتي فيتشرز تعالوا نتكلم عنها شويه. العربيه دي تقدر تسوق نفسها تقريبا بنسبه 100%، كاميرات 360 والفرامل الطوارئ او الامرجنسي بريكنج تجهيزات قياسيه ستاندرد في العربيه. ده غير طبعا شويه الاوبشنز العاديه اللي احنا عارفينها، اللينك اسيست والبلايند سبوت ديتكشن وبتاع. المهم ان اجمالي السنسورز اللي في العربيه بتقدر تاخد قرايات لغايه 250 متر حوالين العربيه. بس الاهم ان العربيه فيها اوتو بايلوت، العربيه تقريبا بتقدر تسوق نفسها بشكل كامل، تقدر تسارع، تقدر تفرمل، تغير الحراره المروريه، تروح يمين، تروح شمال، تعمل كل حاجه انت عايزها تقريبا، وتقدر كمان تجيلك لغايه عندك. عارف انت الموقف لما تطلع من جيت مختلفه مثلا كده في المول وتكتشف ان العربيه مركونه في النص الثاني من الكره الارضيه؟ هتنفعك بقى العربيه في الموقف ده، تكلمها تجيلك لغايه عندك. وبفضل كل الحاجات اللطيفه اللي احنا اتكلمنا عنها ديت وغيرها طبعا كتير جدا جدا، عربيه قدرت تحصل على اعلى تقييمات الامن والسلامه في اليورو نكاب 5 نجوم الاصل 5 نجوم، والان اتش تي اس اي معهد الامن والسلامه الامريكي. بس الاهم برضو من كل ده هو نسبه حمايه البالغين اللي وصلت ل 98%. دي تقريبا اعلى نسبه حمايه بالغين انا شفتها في حياتي وفي مسيرتي الصحفيه على مدار ال7 سنين اللي فاتوا. وبالرغم من كل التعقيدات اللي بيتخذوها في اليورو نكاب على وجه التحديد اكتر اختبار امن وسلامه صارم انا قابلته في حياتي او في العالم بشكل عام، الا ان العربيه دي تقريبا قفلت اللعبه. المختصر المفيد في تسلا موديل اكس بليد، عربيه تقريبا واحده من اكتر العربيات المتكامله اللي شفتها في حياتي. هي اسرع اس يو في انتاجيه في التاريخ، كورتر مايل اقل من 10 ثواني، سيفتي فيتشرز تعقد، كهرباء، الرينج فوق ال 500 كيلومتر، 6 سيتر، تقدر تجيبها كمان 7 سيتر، تقدر تقطر لغايه 2.4 طن. بشكل عام مفيش حاجه انت هتحتاجها مش موجوده في العربيه دي. تشتريهاش امتى؟ ما تشتريهاش لو انت معاك مشكله مع العربيات الكهرباء عموما يعني، غير كده مفيش حاجه انت هتحتاجها مش موجوده في العربيه دي. بس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. انا طارق عبد الله، ولو عاوز تشتري العربيه ديت او غيرها من العربيات، تبيع، تشتري، تقسط، تستورد، جراج 90 هو المكان المناسب ليك.